غوندوغان يعود لمانشستر سيتي لموسم واحد في صفقة انتقال حر. برشلونة يوافق على إعارة فيتر روكي لريال بيتيس. مشاهدينا الكرام، هذه عناوين حلقة اليوم، ولكن قبل البدء في الحلقة نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة إن كنتم غير مشتركين، مع تفعيل الجرس. توصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان للعودة إلى صفوف النادي بعد موسم واحد قضاه في برشلونة الإسباني. وسيوقع غوندوغان صاحب 33 عاما مع مانشستر سيتي لموسم واحد، مع خيار التمديد لموسم ثاني ضمن صفقة انتقال حر بحسب وكالة فرانس. وسيتخلى الألماني عن راتبه مع برشلونة بهدف تسهيل انتقاله للسيتي. برشلونة يوافق على إعارة لاعبه الشاب المهاجم البرازيلي فيتور روكي لريال بيتيس، حيث اقترب بيتيس من حسم صفقة ضم فيتور روكي من برشلونة حسب منصة ريلفو. وأوضحت التقارير بأن روكي وافق على الانتقال لريال بيتيس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وكان لشبونة قد عرض على برشلونة مبلغ يتجاوز 30 مليون يورو، ولكن بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن اللاعب اختار بيتيس بدلا من لشبونة. وأيضا بحسب شبكة سكاي سبورت فقد أرسل إيفرتون عرضه الأول لبرشلونة قبل أيام من أجل ضم اللاعب مقابل 25 مليون يورو وإضافة ل3 مليون يورو، ولكن برشلونة رفض العرض لأن برشلونة يريد أكثر من ذلك. وأيضا اللاعب البرازيلي رفض عرض الهلال السعودي. وبحسب فابريزو رومانو أن اللاعب يرغب في الاستمرار في أوروبا. اللاعب البرازيلي وافق على عرض ريال بيتي، فالوفد الذي جاء إلى برشلونة نجح في إقناع اللاعب بالمميزات التي تنتظره مع ريال بيتيس، لا سيما الحصول على الكثير من الدقائق مع المدرب مانويل بيلغريني في الدوري الإسباني. وذكرت التقارير أن الإعارة لا تتضمن بند إمكانية الشراء. بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم.